ازاي اتكلم على الوقت بالانجلش؟ عشان اتكلم على التايم ان انجلش لازم الاول اعرف ازاي اسال، فبسال what time is it. What time is it? بجاوب بناء على two types of clocks اللي عندنا، اللي هي الانالوج كلوك والديجيتال كلوك. هنبدا النهارده ازاي نعرف التايم في الانالوج كلوك. طبعا الانالوج كلوك زي ما احنا كلنا عارفين اللي هي راوندد وفيها 3 هاندز، الاور هاند والمينيت هاند والسكند هاند. احنا بنقسمها لجزئين، رايت سايد وليفت سايد. الرايت سايد والليفت سايد بيتحدد على حسب مكان المينيت هاند واقف فين. يعني مثلا لقيت واقف على 1 2 3 بقى كده رايت سايد، واقف على 7 8 9 10 كده ليفت سايد. تعالوا نبدأ النهارده نعرف ازاي نقول الوقت في الرايت سايد. اول حاجة انا لازم اعد الدقايق من 12 لمكان المينيت هاند واقف. اوكي، يعني مثلا لقيت المينيت هاند واقف على 1 كده بقت 5، 2 كده بقت 10، 3 ما بقولش 15 بقول quarter، 4 تبقى 20، 5 بتبقى 25 و6 بتبقى half. تاني نقطة ازاي بقى نقول الوقت؟ ببدأ الأول حاجة بالدقايق زي ما قلت، بعد كده بقول after أو past، وبعد كده بقول الأور. يعني مثلا لقيت عقرب الساعات على 4 وعقرب الدقايق على 2، تمام؟ 2 يبقى كده 10 minutes، فبقول 10 after 4 أو 10 past 4. لقيت عقرب الدقايق موجود على 3 وعقرب الساعات على 4، فبقول quarter after أو past 4. And where were you? At a 4:15. لقيت بقى عقرب الدقايق موجود على 6. هنا بيبقى عندي طريقتين، يا إما أقول hour and half يا إما أقول half after hour. يعني مثلا عقرب الدقايق على 6 وعقرب الساعات على 4، فبقول إيه؟ بقول 4 and half 4.5. Not 4? أو بقول إيه؟ half after أو past 4. Half past 4, why?